يلا بينا أول يوم في تحدي الأم المطحونة. تحدي مش هيخسسك 10 كيلو في 10 أيام، بس هيظبط مقاساتك وهيحسسك ان انت راضي عن نفسك. ودي أول وصفة معانا في التحدي، وصفة الغدا: فراخ بالمشروم والكريمة والموتزاريلا مع مكرونة. كتير بيسألوني انت ازاي طول الوقت محافظة على وزنك، ازاي أولادك ما بيحبوش يخرجوا وياكلوا في أي مطعم. الحقيقة ان انا دايما بتبع مع أولادي أسلوب أي أكلة نفسكم فيها هنعملها في البيت وهتطلع أحلى من بره. وفعلا هما بيتبسطوا جدا بأكل البيت لأنهم كمان بيحضروه معايا. ودي اهم نقطة، ان احنا نحاول نوصل لكل الاكلات اللي احنا بنحبها بره بس تكون بطريقة صحية. والوصفة دي انا بعتمدها دايما. اولا هي وصفة سريعة وما بتاخدش وقت وطعمها لذيذ جدا، عمرها ما هتحسسك ان انت عامل دايت. وهو اصلا كلمة دايت هي مفهومها عند الناس غلط. الدايت هو انك تعمل لايف ستايل ليك تقدر تكمل عليه حياتك، مش ابدا انك تعيش محروم حياتك كلها. المهم بقى طريقة الفراخ دي سهلة جدا وسريعة. هنجيب شرايح الفراخ وهتبلها بتوابل هكتبها لكم كلها تحت في الكابشن، وهديلها صدمة على الجريل على الناحيتين لحد ما لونها يكون ذهبي. وبعدين هشيلها من الطاسة وهنزل مجموعة من الخضروات في نفس مكان الفراخ: شرايح من البصل والطماطم قطع صغيرة، وكمان فلفل ألوان أحمر وأصفر وأخضر، وبحط لها كمان مشروم، وممكن أحط لها فص توم بس أنا في الغالب ما بحطش التوم. وكل ده بقلبه مع مكعب من الزبدة، وبنزل عليه بنص كوباية من الرايب. ما بستخدمش كريمة وبيديني نفس نتيجة الكريمة بالظبط، وبسيبها لحد ما تتقل على النار. وبضيف لها معلقة من الدقيق وبرصها على قطع الفراخ، وفوقيها معلقتين كبار من الموتزاريلا لايت، وبدخلها الفرن او الاير فراير، وبتطلع احلى فراخ ممكن تاكلها وطعمها بيكون لذيذ جدا. وبقدمها مع مكرونة بالوايت صوص، وبجيب مكرونة بالبقوليات او بالخضروات طعمها لذيذ جدا. والوايت صوص بعمله بسرعة جدا، لايت وخفيف وطعمه شهي جدا. معلقة واحدة بس من الدقيق مع مكعب من الزبدة وكوبايتين من اللبن. واهم حاجة بقى للوايت صوص بتاعي ان انا بضيف له كمان المية بتاعت سلق المكرونة. جربوا ان انتوا تعملوا الخطوة دي ورشة من جوز الطيب، وهيطلع معاكم احلى صوص وايت صوص. وبتسيبيه على النار لحد ما يتقل، وبكده هتكوني عملتي وجبة متوازنة طعمها حلو ولذيذ واولادك هيحبوها وما بوظتيش الدايت. ودي كانت وجبات اول يوم في تحدي مش هيخسسك 10 كيلو ب10 ايام. واستنوني بكرة في تحدي جديد مع ستاند اب هيلثي.